علي عايز يلعب الكرة العرضية خطيرة جدا عند اركو صامويل اوسو. هدف اول عن طريق الغاني. صامويل اوسو يعلن عن اول الاهداف، بالفعل يحرز ولا يخاف ويتقدم لاصحاب الرداء الازرق فريق سموحة الباحث عن استعادة القمة من جديد في ظل غياب الاهلي اللي بيحصل على راحة هذا الاسبوع. ولكن بص شوف الاعادة، ودائما في الاعادة افادة. ادي العرضية من علاء علي، اركو هنا عايز يستلم ولكن راحت هدية مجانية للاعب الغاني صامويل اوسو، يقبل الهدية ويعلن عن هدف اول وثالث اهدافه في دوري هذا العام. اذا صامويل اوسو يستعيد ذكريات التهديف من جديد بعدما احرز في الاسبوع العاشر امام الرجاء وفاز الفريق بهدفين دون رد، غاب عن التهديف لمدة 7. هاني العجيزي على التنفيذ، هاني العجيزي على تنفيذ الضربة الحرة في محاولة لإدراك هدف تاني. العجيزي خطيرة جدا، هدف تاني. إذا هاني العجيزي من حل كتبديل لفريق سموحة يعلن إن هو تبديل جيد وتبديل إذا كابتن حمادة صدقي استعاد ذاكرة الانتصارات بهدف تاني وهدف أكتر من رائع من ضربة حرة رائعة. هاني العجيزي أو كريستيانو العجيزي كما كان يلقب حينما كان لاعبا في النادي الأهلي، سدد بقدم يمنى ما يقدرش يعمل لها حاجة. مقطوعة من جديد، هجمة خطيرة جدا. هاني العجيزي دخل ال 18 لسه تاني. العجيزي هدف ثالث. هو مين يا جماعة؟ هو كريستيانو العجيزي يعلن عن رابع اهدافه في دوري هذا العام. اذا هاني العجيزي من حل كتبديل في هذا اللقاء يكاسية لاصحاب الرداء الازرق. ادي هنا هاني العجيزي من سجل من قبل عام 2011 في مرمى الداخلية، يعود عام 2014 ليسجل في مرمى الداخلية هدفين. اذا هو المتخصص على الداخلية بإحراز هدفين في لقاء اليوم، ويزيد المقدمة ل3 أهداف و3 نقاط أصبحت أكيدة لأصحاب الرداء الأزرق فريق سموحة.